ازيكم يا شباب، النهارده هقول لكم طريقه تحميل اف سي موبايل 26 بيتا. فتنسوش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. طبعا انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، ان اللعبه مش موجوده غير في بلاد معينه. دي هتظهر لكم على الشاشه دلوقتي. اول حاجه لازم تعملوها تحملوا في بي ان كوارك في بي ان اللي هو اللي قدامكم اهو، من متجر بداية عادي. وبعد ما تحملوه تدخلوا تحطوا في بي ان على البلد اللي انتوا شفتوها على الشاشة دلوقتي. وانا حطيت كندا. يعني تاني خطوة انك لما تدخل الفي بي ان تعمل حساب جوجل جديد خالص. وبعد ما تعمل حساب جوجل جديد تدخله في البلاي ستور وتمسح بيانات مجا. يعني قبل ما تدخله الحساب الجديد اللي انت عملته جوجل في بلاي ستور، اول حاجة تعملها تمسح بيانات البلاي ستور، تمسح بياناته، تعمل له كلير داتا. وبعدها تدخل على بلاي ستور وتعمل حساب جديد، تحط الحساب الجديد اللي انت عملته. وكده هتلاقي اللعبة موجودة معاك. لو ما كنتش عملت الخطوات دي ما كانتش اللعبة هتبقى موجودة. يعني لما تدخل كده اهو سيرش، نكتب اف سي بيتا 25 اهو، اف سي بيتا اهو، اللعبة بتتحمل عادي جدا. لو ما كنتش عملت الخطوات دي كان هيقولك ان البلد بتاعك مش متاحة انك تحملها. ولكن بعد الخطوات دي هقول لكم خطوات تاني. اول خطوة تحمل في بي ان، وتحط في بي ان على دولة من اللي ظاهرة على الشاشة. وبعد ما تعمل في بي ان اول خطوة تعملها، تاني خطوة تعملها انك تمسح بيانات جوجل بلاي ستور. وتالت خطوة انك تعمل حساب جديد علشان اللعبة تظهر لك. اللعبة بتفتح زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما انتوا شايفين في دخلة جديدة في اللعبة، ممكن تكون دي اللي في اف سي 26. طبعا هنا بيحمل بيانات اللعبة واللعبة هتفتح على طول. هحطلكوا رابط تحميل اللعبة ورابط تحميل الفي بي ان تحت في الديسكريبشن. واللعبة فتحت زي ما انتوا شايفين. وبيقول لي ادخل البيجست طبعا عشان دي بيتا. هنا بيقول لي دخل يوزر نيم، دخل اي يوزر نيم انت عايز تحطه. اللعبة دخلت معانا. هنا طبعا بيجيب لك باكجات كتير عشان دي في بداية اللعبة، ده عشان اللعبة بيتا. هنا بيجيب لي لعيب من 109 ل 111. نشوف هيجيب لنا مين. اوكي، دنمارك كام؟ يكون ده لادروب صح؟ لادروب فعلا. اوه طبعا هنا يعني جاب لي لعيبة كتير جدا عشان دي لعبة بيتا. ماشي. ونسيت اقول لكم حاجه مهمه، ان لازم تكون وانت في اللعبه تكون فاتح الفي بي ان اللي انت كنت فاتحه وانت بتحمل اللعبه. لازم تكون فاتح الفي بي ان. تعال نشوف كده الكلاب. ماشي. الماي تيم زي ما انتوا شايفين، ده الماي تيم الجديد بتاع اف سي 26 موبايل، ده اللي هيبقى موجود. تعال ندخل كده اللعيبه، مثلا دخل مثلا ارنولد كده، نشوف هيبقى عامل ازاي. جورج بيست. هنا تلات علامات زائد، لما تضغط عليهم ممكن تحط بيدج. اوكي ممكن تحط بيدج بيعلي الاوفر. ماشي نحط بيدج كمان، نحط بيدج تالت. اوكي تعال نشوف كده. تقريبا واللي انا فهمته ان الحاجات دي بتعلي طاقات اللعيبة. زي ما انتوا شايفين هنا في البيدج 1 بلس 3 وبلس 1 اوفر، يعني تقريبا كده. وبلس هنا 15 بوزيشننج. بتهيالي ان البيجات دي بتعلي الطاقات اللعيبة زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا كل الاقسام مقفولة. في هنا تحت تيم بيج مفتوح، ندخل عليه. اوكي هنا في مكافآت. ماشي ندخل هنا فوتن هنا. اوكي هو هنا جاب لي 1000 جوهرة. طبعا هو مخلينيش استلم 1000 جوهرة تقريبا عشان اللعبة لسه بيتا. اوكي طب تعالوا كده مثلا نشوف حسابي كده من برا، عامل شكله اتغير ولا لا تقريبا نفس شكل اف سي 25 موبايل، نفس الطريقة، نفس الحاجة. اللي هو هنا يقولك مثلا اف سي شامبيون وهكذا. طيب تعالى ندخل كده على بلاي نشوف الجديد. فوتبول سنتر مفيش حاجة في طعم فوتبول سنتر. هنا في ديفيجن رايفل. تعال نجرب الجيم بلاي الجديد، مثلا في اس اتاك. اوكي هو نفس طريقة اف سي 25 موبايل. تعال ندخل ماتش ونجرب. اوكي في طريقة جديدة لما بيكون بيسرش على ماتش.
في طريقة جديدة زي ما انتوا شايفين اهو. اوكي ماشي. هنا طريقة جديدة برضو في الدخلة هنا اوريدي، ممكن برضو نغير الاطقم. ماشي حلو. زي ما انتوا شايفين بيقول لي هنا فرصي وفرص التيم اللي قدامي. اوكي هو تقريبا زي اللي فات، نفس نسخة اف سي 25. تمام. اوكي هنا في طريقة جديدة في عرض التشكيلات، وهنا بيعرض البيدجات بتاعتي تحت. اوكي تعال نجرب. ماشي. وتشارلتون، فرناندو توريس جون. ماشي. لو تلاحظوا هنا القوائم فوق مختلفة، تعالوا فرناندو توريس. برضو لو تلاحظوا زي ما انتوا شايفين الزراير برضو شكلها اختلف. وطبعا الشاشة السوداء اللي بتظهر دي طبعا جليتش من اللعبة عشان هي بيتا وكده. اوكي طبعا اللعبة لسه برضو فيها لاج عشان هي بيتا، ولكن زي ما انتوا شايفين في اختلافات في الزراير، في اختلافات في القوائم لحد دلوقتي. طبعا هو لسه هينزل تحديثات للبيتا دي كتير عشان نشوف اللعبة اكتر. انتوا شايفين لما خلصت الماتش هنا نفس الموجود في اف سي 25 موبايل، ولكن في اختلافات في الالوان وهكذا. تعال نجرب ماتش هيد تو هيد نشوف الجديد. هنا لما كسبت طبعا جاب لي لعيب 113 عشان لعبة بيتا وكده، جاب لي بدري. ماشي. لاحظت حاجة هنا حاطط 20 جوهرة لما كسبت، تقريبا كده هيبقى هنا جواهر، والله اعلم. وهو برضو بيسرش على ماتش هيد تو هيد برضو نفس كلام فيس اتاك، فيه اختلاف جديد. وهنا برضو ينفع اشوف اهو يعني يوز اويت كيت، يعني ممكن اغير تيشيرت الخصم بالزرار الاخضر اللي هنا. ممكن هنا اعمل ريدي. تمام. في طريقة جديدة في دخلة الماتشات وده الملحوظ. اوكي هنا بيقول تشكيلة كل واحد قوتها ايه، زي تقريبا برضو اف سي 25 موبايل نفس الكلام. هنا هو الحكم بيدخل، وهنا طريقة برضو التشكيلات جديدة، يعني التشكيلات طريقة دخلتها جديدة برضو اوكي هنا بيعمل بقى الكرة وكده. تمام. هنا طبعا ديفنس، وهنا بالانس، وهنا اتاك. طبعا الزراير هنا اختلفت، يعني شكلها اختلف. طبعا نجرب بقى. روح رابيو، روح شوت اول جون. لما جبت الجون الكارت اللي جاب الجون ظهر على الشمال. دي حاجة جديدة في اللعبة، يعني هو دي حاجة جديدة في اللعبة. وهنا برضو اختلاف في القوائم. روبرت شارلتون شوت، روبرت شارلتون. حلو. بصوا ظهر هنا على الشمال مكتوب جول واسم اللعيب والدقيقة اللي جاب فيها، يعني ده اختلاف. وكده يكون لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك، ولو نزل اي تحديث لاف سي موبايل بيتا دهم هنزل لكم عليها على طول، فشوفوا الفيديوهات المقترحة دي دلوقتي. وسلام.